الناس وبتاخد عليهم بسرعه عشري يعني. بس انت بقى عشري بزياده قوي، لمجرد ان انت لو في حاجه شغلاك او بتفكر فيها ممكن تحكيها لحد لسه يا دوبك مقابله من كام ساعه، وكانه صاحبك بقاله كتير، وكأن ما بينكم عشره اصلا طويله جدا، لمجرد ان هو دخل قلبك او ان انت استلذيت دمه واستلذيت طريقته في الكلام. بس خلي بالك، الناس دي معادن، واكيد طبعا هما مش شبهك، وانت ما تضمنش البني ادم اللي قدامك وشخصيته عامله ازاي. على فكره، انا عارفه ان انا بقول لنفسي الكلام ده قبل ما بقول لكم، بس مش مهم. المهم ان اي موقف احنا بنتحط فيه وممكن ان هو يأثر علينا بطريقه سلبيه، ايه رأيكم انا وانتوا نحول الموقف السلبي ده لموقف ايجابي؟ ازاي بقى؟ انا بحمد ربنا الحمد لله، وانت كمان تحمد ربنا ان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بنعمه جميله جدا، ان انت انسان عشري. ايوه، خليك كده زي ما انت، بس اتعلم اتعامل ازاي. يعني خليك كده فرفوش كده بينك وبين نفسك، وخليك فرفوش كده مع الناس. حب الحياة واعمل علاقات اجتماعية مع الناس، دي حاجة جميلة جدا. بس ايه رأيك بقى؟ تعالى انا وانت نمسك لساننا شوية، نتكلم في كل حاجة في الحياة، كل حاجة ما عدا حياتي الشخصية، لان انا معرفش رد فعل البني ادم اللي قدامي هيكون ايه. معرفش اتكلم ولا فضفض غير مع البني ادم اللي انا اختبرته مرة واتنين وتلاتة. يا رب يا رب انا وانت نعمل النصيحة دي، علشان بعد كده نعرف نتعامل ونكون بطريقة ايجابية. ما تزعلش ابدا على اللي فات، اللي جاي هيبقى احسن ان شاء الله. حب الحياة، حب ان انت تغير حياتك وتخليك بسمة حب. كانت معاكم بسمة فتحي، اخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات. اشوفكم في الحلقة الجاية.